السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردوا بالكم، هذا الفيديو اليوم فيه معلومات لأول مرة غادي تذكر في اليوتيوب وفي الفيسبوك من خلال قناة عبد المنعم. كما عودتكم دائما معلومات حصرية، معلومات مهمة ومفيدة، معلومات صحيحة. القطع النقدية اللي غادي نتكلم عليها اليوم في هذا الفيديو فهي مغربية، جد نادرة وقيمة ومتميزة. هما 11 قطعة تقريبا. غادي نبدا لكم بالقطعة الأولى، وأنا متأكد باللي القليل اللي كيعرف شي معلومات على هذه القطعة هذه أو شافها، واللي بغى يتأكد أكثر باللي هذه القطع النقدية موجودة يزور متحف بنك المغرب، راه فيه قطع نقدية مغربية جد نادرة. هاد القطعة 50 فرنك كما ذكرت فهي ديال الفضة، ماشي مشللة، كلها فضة. الوزن ديالها 8.89 غرام. طوب الطوب هاد القطعة هادي، يعني 3 النسخ فقط، جد نادرة. والمزاد غادي يبدا 3000 يورو، يعني أكثر من 3 المليون سنتيم غادي يبدا المزاد بهاد القطعة ديال 50 فرنك. كاين قطعة أخرى حتى هي أنا متأكد باللي القليل اللي شاهدها أو كيعرف عليها شي معلومات من غير المتتبعين والمشتركين اللي عندي في القناة، لأن كنت درت فيديو على هذه القطعة هذه ديال الشمندرة من الذهب. هي كما كتلاحظوا القطعة حتى هي الطوب للطوب، نادرة. التقييم ديالها 67. هذه غادي يبدا المزاد بها ب4000 يورو، يعني أكثر من 4 المليون. حتى هي نادرة كما كتلاحظوا، وهذه بروف، يعني لمعان أكثر، دقة وجودة عالية في الصك. كما كتلاحظوا قطعة ممتازة. هذه 5 دراهم الشمندرة من الذهب. القطع النقدية الأخرى كاين، نبداو بالأولى، كاين هذه ديال 10 دراهم. هذه غادي تبدا المزاد ب200 يورو. هذه ديال 10 دراهم أيضا مع السلطان يوسف غادي تبدا 300 يورو. هذه هذا 5 دراهم نصف ريال مع السلطان يوسف. هذه كانت ترفضت، تلاحظوا. هذه المزاد ديالها غادي يبدا ب800 يورو. كاين هاد القطعة هادي، هادو كانوا تعرضوا في مزاد آخر، هادو 20 و10 و2 فرانك و1 فرانك. هادي كانت حققت 18000 يورو، وهادي 18، هادي 20000 يورو، هادي حتى هي 20000 يورو. هادو حتى هما غادي يكونوا في المزاد ديال مونتي كارلو ما بين 12 و 13 أكتوبر. هادي 5 دراهم كرافاطة من الذهب، حتى هي غادي تعرض في المزاد ما بين 12 و 13 أكتوبر في مونتي كارلو. المزاد غادي تبدا ب8000 يورو، أكثر من 8 المليون. حتى هي نادرة والطوب للطوب كما كتلاحظوا. هذه 5 دراهم من الذهب وليس العادية أو تجربة الأخرى من الفضة. هذه التجربة الأخرى من الفضة هذه هي غادي تعرض في المزاد في مونتي كارلو. غادي يبدا المزاد ب1200 يورو كما كتلاحظوا. حتى هي كتعد من النوادر. هادو هما القطع النقدية المعدنية المغربية اللي غادي يتعرضوا في المزاد ما بين 12 و 13 أكتوبر في مونتي كارلو. باقي له تقريبا 30 يوم و17 ساعة.
كاين قطع أخرى نقدية غادي تتعرض مع هاد النقود المغربية، إن شاء الله دابا ندير لكم فيديو عليهم، وإن شاء الله أيضا مور 12 أو 13 أكتوبر مني يتسالى المزاد ونشوفوا هاد القطع النقدية المغربية شحال حققت الثمن، بشحال تباعت. غادي ندير لكم فيديو ونشرح لكم فيه المعلومات أخرى على هاد القطع النقدية المغربية النادرة والقيمة. وبالتوفيق للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه.